المباراة غنواجه contre l'Algérie plutôt. المباراة غنواجهوها كما واجهنا المباريات السابقة بنفس الاستعداد بنفس الجدية. كان عندنا الوقت الكامل الحمد لله باش نحضروا المباراة بشكل جيد. احنا مطالبين فقط بإعادة يعني المستويات اللي ظهرناها سواء في التصفيات سواء في دور المجموعات، والأهمية ديال المباراة ما غتغيرش كثير في التوجه وفي كيفية إدارة المباراة والحماس والتنظيم اللي كنا عليه في سائر المباريات. Merci. La même question est posée aux joueurs. Alors, Adam, Amin, comment est-ce que vous comptez aborder ce match contre l'Algérie? Alors, le match, c'est un normal match. Alhamdoulilah, on a bien préparé le match. غنلعبوا contre واحد l'adversaire اللي عنده un style de jeu ديالو. إن شاء الله غنحاولوا نلعبوا على les points forts ديالنا ونشوفوا نحاولوا نشوفوا les points faibles ديال l'adversaire وإن شاء الله يكون الخير إن شاء الله. Yes, thank you very much. Now the questions. Yeah, Tim. Right. Good morning, coach. Good morning. Well, congratulations. Thank you. The quarterfinal. Thank You played Algeria Arab Cup like 5 or 6 months ago. Looking tomorrow, different things to expect. What are you going to make sure? l'adversaire. ان شاء الله غنحاولوا نلعبوا عليهم، غنحاولوا نوتيليزيو كاع لي بوين فور ديالنا باش ان شاء الله نكونوا ناديو لادفيرسير بوندون هاد 90 مينوت و ما عندوش لا traduction. You don't have translation? We don't have English translation. Yeah, now we can receive you. Alors, on a vu les points forts, les points faibles de l'adversaire. نحاولوا ان شاء الله نلعبوا عليهم. On a alhamdoulilah des points forts ديالنا غنحاولوا نوتيليزيهم pendant هاد 90 minutes ونحاولوا ناديو l'adversaire ان شاء الله pour sortir بواحد لي résultats لي positifs ان شاء الله و pour satisfaire le peuple marocain ان شاء الله. Deuxième question. Thank you. About differences between two confrontation. طبعا هو تيسأل على الاختلاف بين مواجهة ديال المنتخبين بضعة أشهر في البطولة العربية والآن. طبعا هي اختلافات كبيرة بحكم إطار مختلف، البطولة مختلفة، وأيضا التكوين ديال الفريقين مختلف، اختلافات كثيرة على مستوى التشكيل سواء في الفريق ديالنا ولا الفريق الجزائري. والمقابلة غتكون مختلفة بمعطيات جديدة بحسابات جديدة، أيضا عطفا على الفورمة الحالية ديال كل فريق. كما قال اللاعب هناك تحاليل جديدة للأداء ديال الفرق في هذه المرحلة هذه، خصوصا في هذه البطولة في الدور الأول هي الأساس اللي غنرتكزوا عليه لتحضير المباراة ديالنا يوم غد إن شاء الله في أحسن الأحوال إن شاء الله. Thank you. Next to gentleman right at the front. السلام عليكم. محمد أمين فغير قناة البلاد. شيخ سؤالي نوعا ما يقرب السؤال تاع الزمن. المنتخب المغربي سبق له أن واجه المنتخب الجزائري انهزم في النهائي البطولة العربية. اليوم هل اليوم نقدروا نقولوا أنها مباراة ثأرية للمنتخب المغربي أمام المنتخب الجزائري خاصة وعندها خصوصياتها وهي تأهل كأس العالم؟ شكرا. لا احنا التأطير ديالنا ديال اللاعبين تحت 16 سنة احنا ماشي في لا لوجيك ديال التأر ولا ما إلى ذلك، هما في بروسيسوس ديال التعلم، والبطولة كلها أصلا داخلة في البروسيسوس ديال التكوين ديالهم، والهدف الأسمى هو المشاركة في كأس العالم باش يحظوا بفرصة أخرى باش يلعبوا في المستوى العالي. أما هزيمة في مباراة ولا سابقة فما عندهاش حتى شي تأثير، يعني خصوصا من الناحية النفسية الاستعداد الحالي والفورمة الحالية هما اللي غيحكموا على المباراة يعني في أطوارها إن شاء الله. Thank you. السلام عليكم. عبد الله الهداف تي في. شيخ مقارنة بالمنتخب الجزائري عندكم أفضلية أنكم لعبتوا في ملعب شهيد حملاوي، تشوف أنه عندكم أفضلية أكثر من المنتخب الجزائري اللي راح تساعدكم في المباراة تاع يوم غد إن شاء الله، أو أنه هذا ما راح يأثر على
المباراة؟ شكرا. انه عامل ماشي مؤثر جدا يعني في نتيجه المباراه، وعمليه الاستئناس بالملعب ممكن تكون مهمه ولكن ماشي من العوامل المؤثره. العوامل المؤثره هي الامور التقنيه، استعداد، الجاهزيه البدنيه، المستوى التنظيمي، وطريقه يعني بناء المباراه كمباراه من ناحيه توازن القوى، من ناحيه اللعب على التفاصيل الصغيره. فاظن المباراه غتلعب على اشياء اكبر تتفوق عمليه استئناس بالملعب او شيء اخر ان شاء الله. صباح الخير كوتش عبد الرؤوف بوسوس من قناة حياة الجزائرية. كوتش، مباراة ديربي مغاربي، نعلم أنه فيه تشابه بين طريقة لعب المنتخبات. هذه الدربية تلعب على جزئيات صغيرة، وكما قلت أنت هناك بعض الاختلافات اللي تصنع الفارق في صورة العامل البدني اللي تكلمت عليه. قمتم بإجراء 10 تبديلات خلال المباراة الأخيرة للمنتخب المغربي أمام منتخب زامبيا. هل من الممكن أنه يكون مؤثر وعندكم أفضلية مقارنة بالمنتخب الجزائري اللي لعب حظوظه في التأهل إلى غاية المباراة الأخيرة؟ شكرا. أكيد هذا من العوامل الممكن مؤثرة، خصوصا مع تراكم المباريات خلال البطولة. يعني فالطراوة البدنية خصوصا في هذه السن الصغيرة، يعني لونشينمون ديال المباريات كل 3 أيام ممكن يكون مرهق على مستوى ليزورغانيزم. فأكيد أن هذا امتياز أننا أرحنا يعني الكوادر ديال الفريق، ولكن تيبقى عليك أنك تبين أرض الملعب على أنه امتياز. يعني خصنا احنا كإيقاع إن شاء الله يكون في المستوى وغنعتبروه امتياز بسيط، ولكن ما نعولوش عليه كشيء محدد للنتيجة. خصنا نكونوا في نفس المستويات اللي كنا فيها، سواء في التصفيات أو في دور المجموعات إن شاء الله. صباح الخير كوتش. محمد بوكسن، قناة الشروق نيوز. شفنا حقا المنتخب المغربي تصدر مجموعة ب3 انتصارات، انتصارين عفوا. شفنا في المقابلة ضد نيجيريا وجنوب افريقيا، يعني المنتخب المغربي يعتمد كثيرا على اللعب، يدافع بطريقة جيدة صراحة وتكتيكيا. الهجوم هناك عائق يعني في الهجوم، يسجل هدف يرجع للوراء. يعني شفنا سيطرة لنيجيريا وجنوب افريقيا والفوز يعني يكون للمغرب. اظن ان تعتمد كثيرا على الخط الدفاعي للفريق، يعني ما يكونش هذا عائق امام المنتخب الجزائري، ان يكون مقابله هذه محليه يعني صعبه للفريقين، تلعب على جزئيات. يعني وش هو البدائل اللي راح تقدموها باش تلعبوا في هجوم اكثر في المقابله؟ هو اسلوب اللاعب، تتفرضوا التراكمات، تتفرضوا امكانيات اللاعبين. تنظن سجلنا 4 أهداف في الدور الاول، تلقينا هدفين يعني فقط في المباراة الأخيرة اللي غيرنا فيها الفريق. تنظن أنها محصلة مقبولة، كل واحد عنده الحرية أنه يختار الأسلوب اللي تيناسب إمكانياته طالما أنه تيحقق الفوز. لأنه باش تفوز يلزم عليك تسجل هدف زايد على الادفيرسير. احنا عندنا يعني دي زوبسيون مختلفة، بإمكاننا نلعبوا بأساليب مختلفة، بالهجمة المنظمة، بالهجمة السريعة، ولكن لادابتاسيون لادفيرسير هو شيء مهم. وأي واحد يعتبر نفسه فوق الخصم تأدي الثمن غالي، فكل الخصوم تنعطيوها احترامها. فمواجهة جنوب افريقيا ما يمكنش تكون بنفس الطريقة اللي غتواجه بها نيجيريا، ما يمكنش تكون بنفس الطريقة اللي تواجه بها زامبيا. ومباراة الجزائر بحكم يعني التقارب في المستويات خصوصا من الناحية الفيزيولوجية غتكون عندها ايضا قراءة خاصة وغيكون عندها اسلوبها الخاص ان شاء الله. Okay. On va prendre derrière un peu. Yeah. Yeah. Okay. Oui, en noir s'il vous plaît. Bonjour, Sofiane Mahani, Africa Foot United. Coach, vous allez jouer l'Algérie, le pays organisateur, qui aura l'avantage du terrain, du public. Donc, selon vous, quelle est la meilleure façon pour se préparer à ce match? Est-ce que ça va se jouer beaucoup plus sur le volet mental? Merci. العامل الذهني هو عامل مؤثر خصوصا في هذه الفئة السنية، ولكن احنا الحمد لله المجموعة
يعني هذه سنتين يعني متواصلة هما مع بعضياتهم، لعبوا كل البطولات يعني تقريبا المتاحة في هذه الفئة، دورتين ديال شمال افريقيا ودورة بطولة عربية وكأس افريقيا، وصلوا للنهائيات، لعبوا يعني الماكسيموم ديال المباريات في كل البطولات. يعني الهدف ديالهم هو ايضا يلعبوا اكبر عدد من المباريات في هذه البطولة، اي الوصول للنهائيات. ما عندهمش يعني اعتبارات اخرى من غير كرة القدم، الاستعداد ديالهم على ارضية الملعب والشيء اللي ممكن يقدموه. طبعا اكيد انه البلد المضيف عنده الحتميه ديال النتيجه، مطالب على انه يكون في المستوى، مطالب على انه يحسن الصوره، عنده جماهير تتسنى منه اداءات احسن من اللي قدمها في الدور الاول، نتائج احسن من اللي قدمها احنا من ناحيتنا راضيين على المستويات اللي قدمنا في التصفيات. تأهلنا بامتياز في دورة شمال افريقيا ب3 انتصارات، فزنا في اول مباراتين في المجموعة الاولى وتأهلنا وريحنا اللاعبين في هذا، فما عندناش ضغوطات اكثر من ذاك الضغوطات اللي حطينا على انفسنا، ليكزيجونس انهم يكونوا دائما في المستويات الجيدة. كوتش السلام عليكم، اسماعيل الحجاب صحفي قناة الهداف الجزائرية. ربما المنتخب المغربي اليوم عنده فرصة على المنتخب الوطني الجزائري، هو لعب المباريات تاعو كلها في ملعب حملاوي، لكن مقارنة بمباريات دور المجموعات غدا ان شاء الله مباراة المنتخب المغربي امام المنتخب الوطني الجزائري حيشهد امتلاء ملعب شهيد حملاوي عن اخره. ربما هذا هل راح يشكل ضغط على اشبال المدرب شيفو؟ شكرا. لا ما عندهمش ضغوطات لانهم متعودين يلعبوا امام جماهير، يعني خصوصا في المباريات الوديه في المغرب. تنظن ان الضغط غيكون على الفريق الجزائري لانه مطالب بالنتيجه، مطالبا باصلاح يعني المستوى مقارنه بالدور الاول، خصوصا في التاهل الصعيب ديالو في الدور الاول. حنا يعني وصلنا لمباراه ربع النهائيه ربما عن جداره واستحقاق، في جاهزيه بدنيه، محضرين بشكل جيد يعني المباراه، وعامل الجمهور هو عامل محفز لهذه الفئه السنيه اللي ما عندهمش ذاك الضغوطات، بالعكس يعني تواجد الجماهير هو عامل محفز. نتمنى انه يكون عامل يحسن الاداء ايضا وتخرج المباراه بصوره جيده من الناحيه الفنيه ان شاء الله. السلام عليكم كوتش بلال هرنون من قناة النهار. كوتش حقيقة هل كنتوا تتمنوا ربما مواجهة المنتخب الجزائري في ربع نهائي، بما أنه منتخبين عربيين سيتنافسان على التواجد في المونديال؟ نقولوا أنه ربما كان من الأفضل أو أنه وقعتكم القرعة في دور متقدم لضمان منتخبين عربيين يتواجد في المونديال. شكرا. أكيد أنه ما كناش يعني في الدور الأول كان التركيز ديالنا على ضمان التأهل، يعني لانه الاحتمالات كانت صعيبه، الاول مع الثالث او احسن ثالث مع الثاني. لكن طبعا الى الواحد خيروه بين منتخب عربي ومنتخب اخر فغيختار منتخب اخر باش تكون الحظوظ ديال الدول العربيه التواجد في المربع، وعلى الاقل يعني تمثيل القاره وتمثيل العرب في كاس افريقيا. ولكن كره القدم يعني موضوعه بهذا الشكل هذا، فالقدر حط المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي في مواجهه على مكان واحد. نتمنى ان شاء الله انه نكونوا احنا يعني المحظوظين في هذه المباراه ونفوزوا بها ان شاء الله ونشاركوا في كاس العالم. Une autre question derrière, il y en a encore. Bon, on redonne la parole juste devant. كوتش تكلمنا على الجانب النفسي وتكلمنا على الجانب البدني ايضا، يا ريت لي حاليا ندخلوا في الجانب التقني. هل ستشهد مباراة الغد نفس التشكيلة الأساسية التي واجهت منتخب نيجيريا وجنوب افريقيا، ام انه مباراة ثالثة امام منتخب زامبيا اعطتك بعض الافكار الجديدة وممكن يكون فيها تغييرات؟ دائما كاين افكار جديدة، لان صحيح انه تتكون واحد الثوابت في التشكيل، ولكن اثناء البطوله دائما تتكون متغيرات كما تنشاهدوا يعني في التشكيل. فاكيد المباراه زامبيا كانت مفيده من هذا الجانب، يعني انه
يعني وقفنا على الجاهزيه ديال المجموعه ككل، ولينا عارفين ال20 لاعب ديال وسط الميدان شنو ممكن يعطيونا، واكيد على هذا الاساس غيكون تقييم المباراتين والمباراه الثالثه، وعلى اساسها يدخلوا باحسن 11 لاعب يعني في مباراه الغد ان شاء الله. Vous avez une question? Ok, une toute dernière question. كوتش على بعد 90 دقيقة المنتخب المغربي أو الجزائري من أجل تأشيرة المونديال يعني كأس العالم، ما هي المفاتيح يعني نقدروا نقولوا السرية للمنتخب المغربي للتأهل للدور القادم؟ هو طبعا يعني كاين افكار وهذا، ولكن تتعرفوا انه لا لوجيك انه ما يتكشفش عليها في هذا، ولكن تنظن انه بعد مرور 3 ديال المباريات فالفريقين تيعرفوا بعضهم، يعني 3 المباريات، التسجيل ديال المباريات موجود، التحليل ديال الاداء موجود، فريقين يعني غيحاولوا ما امكن يعني انهم يختاروا الطريقه الانسب، التنظيم الانسب واللاعبين الانسب في بدايه المباراه لايقاف يعني الخصم ومحاوله التفوق عليه في ناحيه من النواحي ديال اللاعب طبعا. Alors, merci beaucoup, coach Saïd Chaiba. Merci à vous également, Adam. Nous allons continuer dans quelques minutes avec l'équipe d'Algérie. Je vous rappelle simplement que cet après-midi, le Maroc va faire sa séance d'entraînement officielle à partir de 17h, ici au terrain annexe. Les 15 premières minutes seront ouvertes à la presse. Merci. شكرا. كان هذا سعيد شيبة مدرب المنتخب المغربي لأقل من 17 عاما، تحدث عن الكثير من الأمور، الضغط، التشكيل